مساء الخير، مساء السلام، مساء المحبة على كل الموجودين في القناة. ليه التوأم مهم جدا ان هو اما يقوم في رحلته بتاعة التطهير والشفاء الداخلي يكون عنده استمرارية وجد ومثابرة وتحمل، عشان هما التوأم بتاعه هو انعكاس لكل حاجة داخلية المفروض ان هو يقوم بيها. وفي نفس الوقت التوأم مش بحاجة لتوأمه وهو بيقوم بعملية الشفاء. في كتاب اسمه توين فليم لوفر، هو الكتاب ده كتبه ازواج حاليا وعندهم كمان طفل لتوائم، وكتبوا من خلال خبرتهم، وعندهم بيعالجوا توائم كتير جدا وهم توائم كونيين، فكاتبين تجاربهم من خلال نفسهم ومن خلال عدد كبير من التوائم اللي قاموا بعلاجه. فكاتبين بيقولوا ان لست بحاجة الى توأمك في رحلة القيام بالتطهير، ولست بحاجة لتوأمك حتى توصل للاتحاد. يعني التوأم مش محتاج توأمه في رحلة التطهير، وفي نفس الوقت هيوصل للاتحاد والزواج بتوأمه لوحده. يعني هيوصل للاتحاد لوحده بالشغل على نفسه لوحده. انا عارفة ان ده مؤلم وعارفة ان ده صعب ومحتاج قدر كبير جدا من تخطي الألم ده واحتوائه، لكن هم مشتركين في وعي واحد، فبالتالي العمل واحد، يعني عمل واحد بيكون شامل الاتنين. فكتير بيقولوا طب هو انا ليه اعمل كل ده لوحدي؟ طب ده شيء مؤلم جدا. طيب ده ايوه فعلا ده شغل ومحتاج تحمل حقيقي، وساعات بيحتاج كتير لكوتش مثلي ان هو يساعد في الوصول للشفاء وللتطهير. لكن الاستمرارية في العمل الداخلي ده عشانك انت، يعني عشان اما توصل للاتحاد الداخلي، اما توصل للأسرار الكونية، لما توصل لذاتك الحقيقية، كل ده عشانك انت، يعني كل ده عشانك انت وعشان الاتحاد مع توأمك. فبالتالي التحدي ده بيكون تحدي في جد، في مثابرة، في استمرارية. كأن واحد بيحاول بيروح الجيم عشان يعمل عضلات، فلازم في جد، في التزام، في مثابرة، يوم ورا يوم بيتدرب، عشان ساعتها هيلاقي نفسه التوأم حياته بتتغير وبتتبدل واحدة واحدة ويوصل للاتحاد. التوأم هو بيعكس كل حاجة انت بيلزمك انك تشتغل عليها من جروح ومن افكار ومن معتقدات، والالتزام والتواصل ودايما ان التوأم يخش جوه نفسه ويخش جوه العالم الداخلي بتاعه. هو ده للشفاء، هو ده طريقك للشفاء. فأما تكون روحك اتفقت مع كل اختياراتك ومتوافقة مع الحب، فبالتالي هنا التوأم بيرجع. وانت اما تختار انك تمشي في الرحلة بالتزام وتوفي بمتطلبات الرحلة، اكيد هيكون في نتيجة جميلة هتحصل عليها. ان احتجت ليه كوتش فعادي جدا، الرحلة بتكون مش سهلة، وفعلا حقيقة هي بتحتاج ليه كوتش يقوم معاك بالعمل الداخلي. وانا بقوم بالعمل ده وبساعد في شفاء التوائم. شكرا لكم والى اللقاء.